بس والشاي نزل اهو. العب بقى على المشاريب، ده انا كهربا. انا عندي بقى دلوقتي حلقه عن التوصيل التوالي والتوازي. بس هي كانت التوصيل التوازي ده كان بيتعمل هو هنا صح. انا هقول بقى دي وبعدين هقول ماشي خلاص يلا. بس عايز الحق. ايه ده؟ في ايه اللي حصل؟ لا يا عم انا ماليش في الكهرباء، انا في الفيزياء. الأسطى سعيد عايز الحق اصور الحلقه. الأسطى سعيد، الأسطى سعيد سبوت فين؟ الأسطى سعيد ايوه اهو. العب، ده انا هموت لك الدش ده. العب. ايه ده؟ استاذ احمد هريدي، ثانيه واحده بس شكلها فيها شغل. الو. الو ايوه يا استاذ سعيد. ايوه استاذ احمد. والله بس يا اسطى عندي مشكله، بس كل ما اجي اشغل الفيش الاقيها بتعمل قفله. يا باشا انا قدامي بالظبط مرمايه كده، خلصها واديني 10 دقايق بالظبط واكون عندك. طب والنبي بس يا استاذ سعيد بسرعه، بس الله يبارك لك، علشان خاطر بس عطلان والله العظيم عايز اصور. عيني يا معالي الباشا، انت بتتكلم في انت زبون يا ريس. ماشي يا استاذ سعيد في انتظارك. ماشي انا قاعد في نفس المكان. ايوه ماشي شكرا يا استاذ، شكرا. ايه يا اسطى سعيد، بقالك ساعه عمال تقول لي انا على اول الشارع، وبعدين عمال تقول لي 10 دقايق 10 دقايق. في ايه يا عم؟ ما تنجز، بقول لك عطلان يا اسطى. يا باشا ما انا قلت لك 10 دقايق وجاي يا باشا، مش كل نص ساعه تكلمني تستعجلني يعني. طب خلاص يا استاذ سعيد، بس بعد اذنك والنبي يا اسطى، بعد اذنك بسرعه يا اسطى، بقول لك عطلان. يا باشا انا خلاص يا باشا، دقيقتين بالظبط واخلص بس المرمايه دي وابقى عندك على طول. عد يلا قفله. ايه ده يا استاذ سعيد انت فين؟ ايه يا باشا انا معاك اهو يا باشا، انا بس في الاسانسير. ايوه في الاسانسير يا باشا. يا اسطى انا ما عنديش اسانسير اساسا يا اسطى في العماره، ما تنجز يا عم، انا بقول لك قاعد في الدور الاول، اسانسير ايه؟ الو يا نهار ده قفل في وشي. بقول لك ايه بس معلش انا اسف يعني، هروح اخلص بس المرمايه دي بسرعه وهنيجي نتفرج على الماتش سوا. يلا مع السلامه. السلام عليكم، ازيك يا سعاده الباشا عامل ايه؟ وعليكم السلام يا اسطى، انت ايه يا عم كل ده تاخير؟ والله يا باشا لسه مخلص المرمايه دلوقتي حالا، والمواصلات والدنيا زحمه، واصلا جاي لك وانا مطبق بقالي يومين والله وتعبان يا باشا، بس لولا ان انت بس استاذ احمد ما كنتش جيت. حصل خير يا اسطى، المهم بس وما بقى شوف لنا الموضوع ده عشان خاطر والله العظيم عطلان ونفسي اشتغل. يا باشا مقضيه بعون الله، بس انت بس امر لنا بكوبايه شاي 50 وانا هخلص لك المصلحه دي. عناية يا اسطى، انا هروح اهو يا عم اجيب لك الشاي وربنا يعينك. شوف اخرتها مع الراجل ده ايه. يا باشا والنبي استعجل لنا الشاي. الشاي يا اسطى. ايه ده؟ انت جبت الشاي؟ والله العظيم تسلم يا باشا، في وقت ده انا كنت خرمان قوي. تسلم ايدك يا معالي الباشا. ايه يا عم؟ شارب لك بتاع 3 4 كوبايات شاي ولسه النور مطفي زي ما هو، ما تنجز بقى اصلا. يا باشا قضيت خلاص، انت جاب صنايعي قليل ولا ايه؟ ده انا اكبر صنايعي في المنطقه. خلاص يا باشا وصلت لك كل حاجه على التوازي وكله اكس الاكس. بص تعال نجرب كده على وشك حتى. بص يا باشا، النور جه. ايه ده؟ انت نورته؟ ماشي يا اسطى، الله ينور عليك. عيب عليك يا باشا. حسابك كام بقى؟ اللي تجيبه يا باشا، انت كده كده زبوننا يعني، مش هنتكلم معاك في التفاصيل دي. ماشي يا اسطى، تسلم ايدك، احلى مسا عليك، اتفضل. يا باشا ده يا باشا. ايه ده؟ لا يا باشا انا عايز كمان 100 يا باشا. يا باشا يا باشا في ايه؟ مالك يا باشا؟ مالك يا باشا؟ يا باشا يا باشا والله العظيم يا باشا، بس سمعت حاجه والله كله على التراث يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفيزيائي. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الكهرباء كظاهرة طبيعية وعرفنا ازاي تم اكتشافها، ووصلنا في الآخر لأن الكهرباء هي عبارة عن شحنات كهربية حرة ومحصلة الحركة بتاعتها لازم تكون في اتجاه معين. وبعد كده قدرنا نوصف الكلام ده توصيف رياضي بشوية معادلات بسيطة جدا قدرت إنها تفهمنا الكهرباء بشكل أعمق. يعني في البداية التيار الكهربي اتكلمنا عن شدة التيار الكهربي، وإنه ازاي شدة التيار الكهربي أو شدة تيار اي حاجه عامه بتعتمد على كميه الشحنه اللي بتخرج من السلك، والاهم من كده هي بتخرج بسرعه ولا ببطء. يعني لو بتخرج بسرعه بتخرج في زمن قليل وده معناه ان التيار الكهربي بتاعي شديد جدا، او انها بتخرج ببطء وده معناه ان الزمن اللي بتخرج فيه كبير وده معناه برضو ان التيار اللي عندي ضعيف. وبالتالي قلنا ان شده التيار الكهربي هو كميه الشحنه اللي بتخرج على الزمن اللي بتخرج فيه كميه الشحنه. وبعد كده سالنا سؤال، هو الشحنه دي عشان تتحرك بتجيب الطاقه منين؟ وقدرنا نوصف الطاقه دي عن طريق ما يسمى بفرق الجهد، وان كل ما كان عندي شحنات اقل بديها طاقه اعلى كل ما كان فرق الجهد اكبر، والعكس بالعكس ان كل ما كان عندي شحنات اكتر بديها طاقه اقل كل ما كان فرق الجهد طبيعي جدا قليل. وبالتالي نقدر نقول ان فرق الجهد هو الطاقه اللي انا بديها للشحنات على كميه الشحنه نفسها، وقلنا ان فرق الجهد
الجهد ده هو كميه اشمل من الطاقه، لانها مش بس بتقول لي هو انا بذلت طاقه قد ايه، ده كمان انا بذلتها لكميه شحنه قد ايه. وكمان اكتشفنا ان الماده اللي احنا كنا بنشتغل عليها ما كانتش مثاليه زي ما كنا متخيلين، دي طلع فيها ايونات موجبه بتقاوم التيار اللي ماشي. وده عرفنا على خاصيه من خواص اي ماده بتوصل تيار كهربي، ان ليها ما يسمى بالمقاومه الكهربائيه، وان اكيد المقاومه دي هتعتمد على خواص الماده نفسها، سواء طولها او مساحه مقطعها او حتى نوع الماده نفسها، لان طبيعي كل ماده هتختلف عن غيرها. لحد ما جه العالم اوم وربط الثلاث كميات اللي بيوصفوا الكهرباء دول ببعض، وقال في الاخر ان فرق الجهد هو عباره عن شده التيار الكهربي اللي ماشي في المقاومه الكهربيه بتاعه ماده السلك نفسه. المعادلة دي مهمة جدا لأنها بتربط العلاقة ما بين الثلاث كميات اللي بيوصفوا لي الكهرباء، إن أنا من خلال معرفتي بكميتين اتنين منهم أقدر إن أنا أعرف الثالثة. يعني مثلا لو أنا عارف فرق الجهد والتيار، هقدر إن أنا بمنتهى البساطة من غير ما أقيس قيمة المقاومة هقول إن الآر بتساوي الفي على الآي. وبرضه بنفس الفكرة لو أنا معايا الفي والآر أقدر أجيب التيار، ولو أنا معايا التيار والآر أقدر أجيب فرق الجهد. الفكرة بقى ان مش كل الدوائر عبارة عن مقاومة ماشي فيها تيار ومصدر فرق جهد كده وخلاص. عادة الدايرة الكهربية بيبقى فيها اكتر من عنصر متوصلين مع بعض. ابسط مثال على دايرة كهربية حقيقية زي اللي عندك في البيت، انت عندك اجهزة كتير جدا شغالة في البيت مع بعض، زي اللمبات والتلفزيون والثلاجة والسخان والتكييف والمروحة والميكرويف والكمبيوتر والبلاي ستيشن وغيرها من الاجهزة الكهربائية. كل حاجة فيهم ليها مقاومة معينة وبتشتغل عند فرق جهد وشدة تيار معينين، وهتلاقي ان الاجهزه دي كلها شغاله على نفس فرق الجهد اللي هو ال 220 فولت اللي بيدخلوا البيت. ده انت اساسا لو دققت اكتر هتلاقي ان كل جهاز من الاجهزه دي جواه دوائر كهربيه بتخليه يقوم بالشغلانه بتاعته. احنا في الحلقه دي هنتعرض لابسط نوع من الدوائر الكهربيه اللي موجوده، وهي دايره كهربيه يكون فيها شويه مقاومات متوصلين مع بعض بطريقه معينه، وكل مقاومه فيهم عليها فرق جهد وتيار مختلفين عن الثانيه. وقدام شويه كمان هنقعد نضيف شويه عناصر على الدايره الكهربيه دي لحد ما نقدر نوصل لان احنا نفهم الدايره اللي بتشغل الكمبيوتر والموبايل دي عباره عن ايه. بس الاول كده خلينا نبدا بالاسهل والابسط. في الاول عشان اقدر افهم الدوائر دي بتشتغل ازاي، لازم في البدايه افهم هو انا ايه الطرق اللي ممكن اوصل بيها المقاومات. طرق التوصيل عندي ان انا اوصل المقاومات دي يا اما على التوالي يعني كلهم متوصلين ورا بعض، يا اما على التوازي يعني اوصلهم كلهم بين نفس النقطتين، يا اما ان انا اعمل ميكس ما بين الطريقتين، ان انا اوصل شويه على التوالي مع شويه على التوازي مع شويه على التوالي مع شويه على التوازي، وهكذا على حسب التصميم اللي انا عايزه للدايره بتاعتي. تعالى بقى نحاول نفهم التوصيل على التوالي والتوازي بشكل رياضي بسيط جدا كده، علشان خاطر لما نيجي نشوف على ارض الواقع نفهم هي شغاله ازاي. ركز بقى معايا في اللي جاي علشان خاطر الكلام اللي جاي ده مهم جدا جدا. هو اي نعم ممكن يبان ليك حاجه سخيفه جدا علشان انا عارف ان اغلب الناس مش بتحب الرياضه، بس احنا هنحاول نعبر عن الموضوع ده بابسط طريقه ممكنه، ولكن لازم دايما تحط في دماغك ان الفيزياء والرياضه حاجتين مش هينفصلوا. ان الرياضه دايما مهمه بالنسبه لي علشان خاطر اقدر اوصف الكلام اللي بتقوله الفيزياء توصيف صحيح جدا، ومش بس كده لا ده كمان علشان تديني الرقم اللي اقدر بيه افهم النتيجه اللي طلعت قدامي. تعالى نتخيل مع بعض لو انا عندي 3 مقاومات، واحده مثلا 2 اوم و3 اوم و5 اوم، وقلت لك ان انا محتاج امشي فيهم نفس شده التيار، يعني محتاج نفس كميه الشحنه تتحرك بنفس السرعه جوه المقاومه. تفتكر هل كلهم هياخدوا نفس فرق الجهد؟ طبعا اكيد لا، لان كل ما كانت المقاومه كبيره كل ما التيار ما هيلاقي صعوبه اكتر ان هو يتحرك جوه المقاومه دي، وده معناه علشان خاطر احافظ على نفس التيار ما بينهم هما الثلاثه يبقى انا محتاج ادي طاقه اعلى للتيار اللي هيواجه مقاومه اكبر علشان اخليه يمشي بنفس السرعه اللي هيمشي بيها في المقاومه الصغيره. يعني الموضوع ده ممكن تتخيله على ان انا عندي 2 بيجروا في طريق معين، واحد بيجري في طريق زحمه واحد بيجري في طريق مفتوح. طبيعي جدا اللي هيكون بيجري في الطريق الزحمه محتاج طاقه اعلى علشان خاطر يقدر يتحرك بنفس السرعه بتاعه الراجل اللي بيتحرك والدنيا قدامه فاضيه. هو نفس الكلام تقدر تطبقه في المثال بتاعنا، انه كل ما كانت كميه الشحنه هتواجه مقاومه اكبر فده معناه ان هي محتاجه طاقه اعلى علشان تتحرك بنفس السرعه اللي بتتحرك بيها شحنه ثانيه بتواجه مقاومه اقل. وبالتالي نقدر نلخص الكلام ده بان كل ما كانت المقاومه كبيره كل ما هكون محتاج فرق جهد كبير جدا علشان امشي نفس شده التيار فيهم
كله. ولو ركزت شويه هتلاقي ان هو ده بالظبط اللي قال ان الفي بتساوي الاي في الار، وبالتالي لو انا عندي الاي ثابته، لو انا عايز شده تيار ثابته، هلاقي ان كل ما الارم هتزيد كل ما احتاج فرق جهد اكبر، وكل ما الارم هتقل كل ما احتاج فرق جهد اقل. طب افرض بقى انا قلت لك ان انا عندي نفس الثلاث مقاومات دول، بس المره دي بقى انا هديهم نفس فرق الجهد، تفتكر التيار هيحصل له ايه؟ علشان تفهم الموضوع ده تخيل ان انت واحد صاحبك اديت لكم نفس العربيه، هو كان ماشي في طريق زحمه جدا وانت ماشي في طريق مفتوح، تفتكر مين فيكم اللي هيوصل اسرع؟ الطبيعي جدا ان انت هتوصل اسرع لان انت الطريق قدامك فاضي، مع ان انتوا الاثنين معاكم نفس العربيه، يعني معاكم نفس الطاقه ومعاكم نفس الامكانيات، بس عشان هو واجه مقاومه اكبر من الدنيا الزحمه وصل ابطا. وبالتالي لو جيت اسقطت الكلام ده على الدوائر الكهربيه هتلاقي ان انا لو عندي الثلاث مقاومات واديت لهم كلهم نفس فرق الجهد، يعني كلهم خدوا نفس الطاقه، هتلاقي ان التيار اللي هيمشي في المقاومه الكبيره طبيعي جدا يبقى اقل من التيار اللي هيمشي في المقاومه الصغيره، لان التيار اللي هيمشي في المقاومه الكبيره هيواجه مقاومه اكتر من التيار اللي هيمشي في المقاومه الصغيره. وبالتالي كل ما المقاومه ما هتزيد كل ما شده التيار هتكون اقل، وكل ما المقاومه ما هتقل كل ما شده التيار هتكون اكبر. وبرده لو ركزت شويه هتلاقي هو نفس الكلام اللي قاله، لان انت لو بصيت لقانون اوم بشكل مختلف هتلاقي ان التيار بيساوي فرق الجهد على المقاومه. طب افرض ان فرق الجهد بتاعي ثابت، هتكتشف ان الاي بتتناسب عكسي مع المقاومه، ان كل ما المقاومه هتزيد التيار هيقل، وكل ما المقاومه هتقل التيار هيزيد. من هنا نقدر ان احنا نبص على موضوع التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي بشكل اعمق شويه. لو انا قلت ان انا عندي ثلاث مقاومات متوصلين مع بعض على التوالي، التوصيل على التوالي هتكتشف ان التيار وهو ماشي على المقاومه الاولى هيبقى هو في الثانيه هو في الثالثه، ده لان التيار طبيعي ملوش سكه ثانيه يروح فيها، فالتيار ملوش غير حل واحد بس ان هو يمشي على الثلاث مقاومات. لكن فرق الجهد بقى في الحاله دي هيختلف، زي ما احنا ما قلنا ان لو كان عندي ثلاث مقاومات شده التيار بتاعتهم ثابته، يبقى اذا المقاومه الكبيره هتحتاج فرق جهد كبير، وده معناه ان فرق الجهد هيتقسم على الثلاث مقاومات. فلو انا حبيت اكتب الكلام ده بشكل رياضي هقول ان الفي الكليه هتساوي فرق الجهد ما بين المقاومه الاولى زائد فرق الجهد على الثانيه زائد فرق الجهد على الثالثه. من قانون اوم نقدر نقول ان بما ان فرق الجهد بيساوي التيار في المقاومه، يبقى اذا الفرق الجهد الكلي هو عباره عن التيار في المقاومه الكليه اللي هو هيساوي اي في ار 1 زائد اي في ار 2 زائد اي في ار 3، لان كل مقاومه هتبقى فرق الجهد عليها بيساوي التيار الكلي اللي ماشي في المقاومه نفسها. من المعادله دي لو انا طيرت الاي من كل الاطراف هتلاقي في الاخر ان الار الكليه هي عباره عن ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، ودي بالمناسبه كانت نتيجه منطقيه جدا، لان التيار وهو ماشي من المقاومه الاولى لحد اخر مقاومه هو في الاول وفي الاخر هيشوف مجموع المقاومات كلها، يبقى اذا المقاومه الكليه في التوالي هي مجموع المقاومات. بالنسبه بقى للتوصيل على التوازي فهو ان انا عندي مقاومات متوصله ما بين نفس النقطتين، وبما ان هم متوصلين بين نفس النقطتين يبقى فرق الجهد عليهم ثابت، لان احنا عارفين ان فرق الجهد هو فرق جهد بين نقطتين، وبما ان هم متوصلين بين نفس النقطتين يبقى هم عليهم نفس فرق الجهد. في المثال اللي احنا قلناه لو انا عندي فرق الجهد ثابت يبقى كل ما كانت المقاومه هتبقى كبيره كل ما يكون التيار قليل. هنا بقى هتلاقي ان التيار وهو داخل على الافرع ما قداموش اي حل غير ان هو يتجزأ على الافرع كلها، وبالتالي لو حبينا نكتب الكلام ده على شكل معادله هتقول ان التيار الكلي هو عباره عن اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 اللي هو مجموع التيارات في الثلاث افرع. ومن قانون اوم بما ان التيار بيساوي الفي على الار يبقى اذا التيار الكلي هو عباره عن الفي على الار توتال بيساوي في على ار 1 زائد في على ار 2 زائد في على ار 3، وبالتالي هتلاقي ان كلهم عليهم نفس فرق الجهد لان هم متوصلين توازي بين نفس النقطتين. في المعادله دي بقى لو احنا طيرنا فرق الجهد من العلاقه كلها هتلاقي ان 1 على ار توتال بتساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3، ولو عندك اكتر من ار فهتبقى زائد 1 على ار 4 زائد 1 على ار 5 وهكذا. يبقى اذا ده التوصيل على التوازي. يبقى اللي احنا قدرنا نوصله لحد دلوقتي ان احنا قدرنا نوصف التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي بشكل قوانين. طب واحد يقول لي طب ويفرق ايه بقى الكلام ده عن اللي احنا فهمناه اساسا؟ ببساطه شديده جدا انت القوانين دي تقدر تطلع منها ارقام، الارقام دي هتمكنك من ان انت تعمل حسابات عشان تقدر توصل ان انت تحل اي دايره كهربائيه او ان انت كمان تعرف تصمم دوائر كهربائيه. في الاول وفي الاخر احنا محتاجين نوصل لما يسمى بحل الدوائر الكهربائيه، وهو ببساطه ان انا اقدر اجيب فرق الجهد وشده التيار في اي مقاومه بس بشرط ان هم يكونوا كلهم محققين قانون اوم اللي هو بيقول ان الفي بتساوي الاي في الار. في النهاية لازم نعرف ان موضوع الدوائر الكهربية ده موضوع هندسي اكتر منه فيزيائي. هو اي نعم الفيزياء حطت الاساس اللي مبني عليه الدوائر الكهربية، بس سابت المهندسين يروحوا بخيالهم ان هم يقدروا يصمموا دوائر كهربية معقدة جدا. احنا قدام كمان هنشوف عناصر تانية نقدر نضيفها على الدوائر الكهربية دي زي المكثفات والملفات والمحولات ومصادر مختلفة من مصادر فرق الجهد، وكمان الدايودز والترانزستورز وغيرها من العناصر اللي هتخلي الدوائر الكهربية بتاعتي معقدة اكتر
وتقدر انها تعمل حسابات وشغلانات اصعب، وتقريبا هتشارك في كل حاجه في حياتك، لان ببساطه مفيش اي جهاز الكتروني او كهربي حوالينا الا وكان بيتكون من دوائر كهربيه. الموضوع ده من كتر ما سرحنا فيه خدنا لحته بعيده قوي، ان احنا وصلنا دلوقتي ان من خلال الدوائر الكهربيه دي قدرنا ان احنا نعمل عمليات معقده جدا، زي ان احنا نخلي الاله تتعلم، ودي كانت بدايه الذكاء الاصطناعي. الكلام ده حصل عن طريق ان احنا نحاكي الاشارات الكهربيه اللي بتحصل في مخ الانسان بالدوائر الكهربيه بتاعتنا، ونتيجه الكلام ده خلينا الاله تقدر ان هي تتعرف على الحاجات اللي بتشوفها وكمان تفهم اللي بتسمعه. ده مش بس كده، ده كمان الاله دي وصلت لانها بتقدر تعمل تصميمات وتقدر انها تديك راي في حاجات بناء على مجموعه من الخبرات المتكونه عندها. وابسط مثال على الموضوع ده هو شات جي بي تي اللي دلوقتي بتستخدمه شركات كبيره جدا زي جوجل. ومش بس كده، ده الموضوع ده اتطور اكتر لدرجه ان الاله بقت بتعرف تعمل شغلانات الانسان نفسه ما بقاش يعرف يعملها بنفس السرعه والكفاءه. وده يحطنا قدام سؤال مهم جدا، هل الذكاء الاصطناعي والدوائر الكهربيه تقدر في يوم من الايام انها تاخد مكان الانسان؟ اخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتتابعنا على السوشيال ميديا عشان تقدر تتواصل معانا وتتابع كل جديد. يلا سلام. خلاص يا جماعه بقى، انا تعبت بقى، هاتوا الروبوت يكمل مكاني. أهلا وسهلا بكم في برنامج الفيزياء. يا جماعه 100 مره قلنا شغلوه على الفيشه، اهو بطاريته فصلت.